كل انسان المفروض يعمل ما عليه ولا عليه. الحياه لا تعطي الخيارات السهله. بيبقى الغلطه الرئيسيه اللي وقعوا فيها هو الانخداع بالمظاهر. ان هو من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمه وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما قدر له. بعد ما تخلص الطريق ده تفتكر ان انت مش مناسب ليك ان انت تكون موجود في طب. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. وكل ميسر لما خلق له. الحياه مليانه من مفترق طرق ما اصلا اللي يخلي الانسان يشيب في الدنيا، اقسم بالله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اهلا وسهلا ومرحبا. والله طلعت في قناه غير قناتي، والله لنا الشرف مع الاستاذ استاذ بعد ما طلع بص بعد دكتور منعم وانا العبد الفقير ابو بكر جايين نتكلم معاكم النهارده بخبراتنا الكبيره جدا 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 والعظيمه جدا جدا جدا. والمرمطه اللي يعني مسحنا بلاط الكليه رايح جاي غسيل ومكوى. امتياز، راجل طالع نازل. انا بطنه جراحه، اسكي اسبي، نساء، اطفال. فالمهم اجتمعنا كلنا وجايين نديكم شويه نصايح في ايه. انا من كتر ما انا متاثر مش عارف اتكلم. احنا عايزين نتكلم عن فتره ثانويه عامه وما بعد فتره ثانويه عامه. الفتره دي كريتيكال قوي، ومن الحاجات اللي بتاثر مش في حياتك كلها. بلاش نكبر المواضيع، بس على الاقل في 5 6 سنين كده من اهم المراحل اللي بتشكل بدايه الكارير بتاعك وبدايه مستقبلك وتشتغل على نفسك ازاي وهكذا. ف فخلينا نبدا بثانويه عامه نفسها، وبعدين نفهم حاجه عن ما بعد امتحانات ثانويه عامه برضو يبقى فيها تفكير. قشطه. اول حاجه التحضير لامتحانات ثانويه عامه. هل انت بتشوف ان في حاجات معينه انت بتحب تعملها فتره الامتحانات؟ طقوس معينه تحب تعملها فتره الامتحانات تحس ان هي تبقى؟ والله بص، انا ايام الامتحانات انا مش بحب اعمل حاجه انا كنتش متعود عليها قبل كده قبلها. يعني ايام الامتحانات المفروض ان هي تكون اكتر ايام عاديه، ايامك العاديه جدا جدا. انا بصحى في وقت معين، بنام في وقت معين، ما نجربش اكل جديد، ما نجربش دواء جديد. في ناس مثلا بتيجي ليله الامتحانات ما تعرفش تنام، تاخد نايت كالم ولا مثلا ميلاتونين ولا بتاع. ما دام انت ما دام انت ما جربتش حاجه جديده، اي حاجه. في ناس فعلا كان حد بيحكي بيقول لك يعني ان هو بيجرب حاجه جديده يوم الامتحان، وفضل بقى كان احمد ابو زيد باين اخر كده، وفضل طول يوم الامتحان تعبان وحاجه زي كده. فانا بشوف ان ايام الامتحانات يعني مش بعمل حاجه انا مش متعود عليها. بس في الاول وفي الاخر انا بشوف ان كل انسان المفروض يعمل ايه، يعمل ما عليه ولا عليه. يعني انا بذاكر وبجتهد وبعمل اللي عليا ولا اشغل نفسي بامور ليست لي. في الاول وفي الاخر هي كلها مقدره بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكلها في حسابات ربنا سبحانه وتعالى. طب انا بعمل ايه؟ بعمل اللي عليا. جت كان بها، ما جاتش خلاص انا مدرك ان ده الخير وانا ربنا سبحانه وتعالى. زي حتى كان الفيديو الاخير عندي كنت بتكلم في فكره اللي هو ايه، ان الانسان يعني ما يستسهلش شيء معين ويقول مثلا ان هو ايه. يعني مثلا كنت بتكلم في اختيار الكليات وكده، فاصلا واحد يجي يقول لك ايه، انا عايز اخش كليه طب مثلا، انا احب الطب، مش عارف ايه دماغي في الطب وكده. طيب يا سيدي، انت الطب ده هو يجي يشتكي لك فيقول لك ايه، بس الطب ده سكته طويله، ولا الطب ده مثلا متعب ومجهد ومش عارف ايه وكده. ف يعني من النصائح، اول نصائح انا بنصحها لهذا الشخص ان هو اصلا يغير طريقه تفكيره دي. ليه؟ ده على فكره لا يتنافى مع فكره مثلا رحم الله رجل عارف قدر نفسه. لكن الفكره في ايه؟ ان هو بيبقى مدرك ان هو طريق الطب ده طريق صعب، وانا معاك ان هو طريق صعب وطريق مقرف يعني. لكن بيبقى مدرك ان هو في طريق تاني سهل وهيجيب لي نفس النتيجه كويسه برضه. وده شيء مش حقيقي. كل طريق دلوقتي يعني حتى بموضوع بقى استبدال الاي اي ومش عارف ايه وبتاع، كل طريق فيه من الصعوبات والمشاق والمذاكره والتعب وتعب النفسيه وتعب الظهر وتعب اهلك معاك ومش عارف ايه. كل مجال فيه كده، فانت تختار المجال اللي اقرب ليك بغض النظر بقى. مش بقول لك اختار طب ولا اختار ايا كان، لكن في كل ده يعني في اي طريق وفي اي بروسيس لازم هتبقى فيه مطحنه. اي حاجه سهله غالبا بتبقى مزيفه، او يعني ايه، زي ما كنت بقول كده ان الحياه لا تعطي الخيارات السهله. فانت تنقي الحاجه اللي هو ايه سكتها. انا والله السكه دي انا يعني شايف ان فيها بوتنشال كويس، شايف ان فيها شغف كويس، مبسوط بده. ما تبصش قوي بقى لفكره هو طريق صعب ولا سهل، لان غالبا كل الطرق دلوقتي صعبه يعني. وانت ما كنتش قعدت تذاكر طول عمرك تقريبا في مجال، فغالبا لن يستمروا يعني. انا حاسس بس اهم حاجه في حته اختيار الكليات لو فتحناها يعني انه اكبر غلطه احنا بنقع فيها مبسوط قوي لان الفيديو ده طلع كده عشوائي صح؟ ما كناش اصلا بنصور ما حاجه. فيش اي نهايه خالص الصراحه.
بس ان انا شفت كتير قوي من صحابي وحتى زمايلنا بنتكلم عنه بعد التخرج من طب، اللي هو يا دي كليه عاليه ومش عارف ايه وحلم الناس كتير، بيبقى الغلطه الرئيسيه اللي وقعوا فيها هو الانخداع بالمظاهر. ان انا جبت مجموع كبير فهستخسر المجموع فهدخل طب عشان هي اعلى حاجه، وان انا ما استحقش ان انا اكون في اعلى حاجه. هي العنجهيه الفارغه دي هي في الاخر اللي يعني ممكن تبقى تحملت بقى مشقه الطب واضطريت تتحملها اصلا عشان هي الكليه صعبه وانت عايز تنجح فيها وهكذا، وفي الاخر بعد ما تخلص الطريق ده تفتكر ان انت تحس ان انت اصلا مش مناسب ليك ان انت تكون موجود في طب. النوت بوك دي هي الوحيدة في مصر اللي هتساعدك تستغل الأجازة أحسن استغلال. حرفيا ممكن تغير حياتك 180 درجة في مختلف جوانب الحياة. هي ميكس ما بين كتاب ونوت بوك، ومقسمة من جوه ل6 أقسام: الجانب الديني، الهوية، العلاقات، الفلوس، الصحة والطاقة، الانضباط والالتزام. وكل جانب فيهم بيأثر على حياتك بشكل مباشر. ولأن الدراسات اللي اتعملت على آلاف البشر بتقول الإنسان مش بيتغير بقرار مفاجئ، لكن بتغييرات صغيرة بتتكرر كل يوم. فهدفنا في كل جانب إننا نطور عقليتك فيه، تتعلم ليه مهم وازاي تكتسب، ونضيف لك خطوه واحده بس كل يوم. والجميل انه كالعاده كل معلومه متقاله من مصادر علميه موثوقه، بس انت مش هتقرا بس، انت هتطبق وتلاحظ وتغير، عشان هي متقسمه من جوه بحيث تنظم لك يومك وتنظم لك مهامك بالتفصيل وعاداتك، وكمان تسيب لك مساحه تدوير تنطلق فيها. تقدر دلوقتي تطلب النوت بوك من الرابط اللي موجود في الوصف، وما تفوتش الخصم الكبير اللي عليها. انا بقول انك تشوف المناسب ليك. هو واحد بيجي يقول لك ان ده مناسب وكل حاجه بتاع، بس هو طريق طويل مثلا او ايا كان. طيب ماشي، ما هو مفيش طريق سهل، ده مفيش حاجه سهله. طيب انت شايف ان ده خلاص مش مناسب بالنسبه لك، عادي خلاص، حي هلا روح للمناسب. لكن اقصد ان هو ايه، لا حاجة تكون انت بتحبها لدرجة ان انت تتحمل بالظبط. كل طريق دلوقتي فيه المصاعب او على الاقل لو مش بتحبها، عشان انا في كتير قوي بيقولوا الحته بتاعت ان انا ما ببقاش حابب، مش حاسس ان انا حابب حاجه، يكون عندك احتماليه انك تحبها. يعني انا قابل او متوقع مثلا من اللي انا شفته في فيديوهات دكتور ابو بكر مثلا، ان هو عنده مذاكره كتير ونمط الحياه بتاع طب مثلا بيبقى ضاغط شويه وغصب عنه لازم يذاكر طول الوقت وبيمتحن طول الوقت. فانا ده النمط اللي انا متوقعه، فهل انا هتحمل ده ولا لا؟ مش شرط تكون مغرم بحاجه. وفكره ان انت تكون مغرم بحاجه دي فكره برضو يعني ايه نمطيه ظهرت كده من الفيديوهات والكتب، وكان محدش بيبقى مغرم وعنده الشغف الرهيب حتى لو هو بيحب الحاجه. لا، هي اي مجال بص، هو اي حاجه زي ما فيها اتكلمت في الاول فيها مشقه وصعوبات، ويجي لك وقت تبقى زهقان من كل حاجه وعمرك ما هتبقى بص، حابب هو كل حاجه طول الوقت. دكتور عبد الرحمن زكي كان بيقول، كان بيتكلم في الزواج، فكان بيقول ان الزواج نسخه صغيره من الحياه. كنت انا سألك الكلام ده ماشي، محمد كان وصلها عشان فالزواج هو نسخه صغيره من الحياه، فيها الم ولذه وفقد وسعاده ووقت فيه فرح يعني غير عادي، وقت فيه حزن غير عادي. فده نسخه صغيره من الحياه. انا اشوف ان هذا الكلام ينطبق على اي حاجه في الحياه. مفيش حاجه في الحياه دايما ملمعه ومضيئه وكده ولا تنطفئ ابدا، بالعكس احنا كبشر كده يعني. مفيش حد كده ايه يعني فلاين ثابت، يعني هو ايه كيرف طالع ونازل كده. صحيح. فبص انا بشوف، خلينا نقسم يعني اي انسان خارج من ثانويه عامه فبيخرج، يعني خلينا نقول ان هو بيخرج بيبقى عنده خيارات معينه، ماشي، كليات معينه، في قدامه مثلا ايا كان، في مثلا قدامه طب، فيها قدامه صيدله، اسنان، مش عارف ايه بتاع. هو يظن من نفسه ان هو يحب شيء، ماشي، او عايز حاجه، بس ايه اللي يضمن لي ان اختيار لهذا الشيء مع اختيارك لشيء معناه انك بتلغي الخيارات الاخرى. انت لو دخلت طب مش هتدخل خلاص صيدله، لو دخلت صيدله خلاص مش هتدخل مثلا تجاره، وخلاص كده انت اخترت خيار واحد. ايه اللي يضمن لي ان هذا الخيار هو الخيار الصح؟ مفيش ضمانات يعني. او ايه اللي يضمن لي الخيار ده انا مثلا اطلع دكتور شاطر عادي؟ وفي دكاتره على فكره شطار وما لهمش، ما فيش حد بيروح لهم عادي، ما بيعملوش فلوس ولا حاجه. اللي يضمن لي مثلا ان انا هكون ناجح جدا في، لا ضمان. طيب انا ارتاح بقى، يعني ارتاح ازاي؟ او ان انا اسعى في الامر وخلاص ازاي؟ هو فكره ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا قلنا عليه، ان هو من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما قدر له، ومن كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمه. هي اتته الدنيا وهي راغمه. طب انا يعني اتته الدنيا وهي راغمه، ايه الفيصل في الاخر؟ ان هو كانت الدنيا الاخره، كانت الاخره هم. فهو اصلا مش يعني مشتغل بالحوار ده. انا في الاول في الاخر انا عايز انا بتاع انا كده كده بسعى في الدنيا، لان اصلا انا مكلف بده. انا عندي مهام من اكل العيش، ومن مثلا متكفل باسرتك ولا بزواج ولا ايا كان، بتشتغل عشان خاطر تبقى معاك فلوس حلال ايا كان، حاجات زي كده.
لكن في الاول في الاخر انا همي كله الاخر، فانا بسعى في الدنيا مع الهدف الاساسي هو الاخر وخلاص. هو ربنا سبحانه وتعالى قال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. وقال في بتاع سوره الكهف: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. هتتبع الدنيا، هتبقى عايز دنيا. والله العظيم لو جات لك معانا ناس والله العظيم يبقى معاه عربيه مرسيدس وعايز الاعلى منها ويبقى في احسن كليه ومش مبسوط، هي ما ملهاش نهايه. يعني اهداف الدنيا دي ملهاش نهايه. طيب انا في الاول وفي الاخر انا عايز يا اخي شيء معين، انا عايز مثلا كليه الطب، خلاص ادعي بده. ادعي ده كان من الابيات الشعريه اللي انا بحبها جدا جدا، اللي هو كان بيقول، مش فاكر الامام السهري تقريبا، كان بيقول: رفعت الى رب الانام وطالبي ووجهت وجهي نحوه ورغائبي الى الملك الاعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب، الى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب، مجيري من الخطب المخوف وناصري، مغيثي اذا ضاقت علي مذاهبي، مقيلي إذا زلت بي النار عاثرا، وأسمح غفار وأكرم واهبي، فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها، يرزقني طفلا وكهلا وقبلها، جنينا ويحمني، قبلها اللي هو جنين يعني، ويحمني وبي المكاسب، إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم ونهنها عن طغيانهم زجر حاجبي، فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي، فلم ألف حجابا ولم أخش منعة وإن كان سؤلي فوق هامل الكواكب. هي بقى ده الفيصل، اللي هو إن كان سؤلي فوق، أنا لو عايز أي حاجة خلاص. هو فعلا هي بتتحل على رأي، كان مش فاكر كان مين مشايخ بيقول لك هي بتتحل بركعتين، يعني أمر بسيط يعني. ف هو زي ما قال كده: رفعت إلى رب الأنام وطالب. خلاص أنا عايز حاجة معينة يا أخي حلاله في الدنيا، طب ما عادي. طيب بس ما جاتش، لن افزع بقى خلاص. هو ده الحكمه. ده انا لما كانت في الاول وجهتي صح ان انا اريد الاخره، خلاص يعني بالمجمل كده خلاص. انا ايه، انا مهما كان يصيبني من الدنيا ما يوصلني، خلاص انا ايه، انا برضو مبسوط. انا ليه هدف اكبر من ده. طيب هل انا ما اسعاش في شيء او ما ادعيش بشيء او مش عايش شيء؟ لا، عادي جدا تعوز شيء وان شاء الله يجي لك وتبقى مبسوط بيه وكل حاجه. وانت في الاول في الاخر لا تدري اين الخير. الحياه مليئه بالمفترق الطرق. كان في حلقه حلوه قوي اسمها فقه الاختيار الدكتور احمد عبد المنعم. الحياه مليانه من مفترق الطرق، ما اصلا اللي يخلي الانسان يشيب في الدنيا. اقسم بالله انت كل سنه سنتين عندك يعني مفترق طرق فعلا. الطريق اللي انت هتاخده مش هترجع كما كنت من قبل. يعني انت في مفترق طرق، لو اخترت طريق، انت حتى لو لغيت هذا الطريق فانت مش هترجع، مفيش رجوع خلاص. انت بتحود بقى في ناحيه ثانيه. فالشاهد يعني ان هو بس في الحته بتاعت انه ممكن ربنا ما يستجيبش دي، او ممكن تكون استجابه ربنا للدعاء اصلا ان انت ما تروحش الكليه اللي انت عايزها، لان هو ده مش اللي ربنا خلقك عشان. هو كل ميسر لما خلق له. ودي انا شفتها عشتها قصادي، قصاد عيني يعني، بحد من صحابنا ايام الثانويه، كان من اشطر الناس، واحنا كلنا كنا بنشهد له بده امتحاناته حتى في الشهور وفي الدراسه والحاجات دي. كل المؤشرات تدل ان هو هيعمل احسن حاجه، احسن بيرفورمانس ولا احسن اداء في ثانويه عامه. وفي الاخر ربنا قدر ليه ان هو ما جابش مجموع عالي، فضاعت عليه كل الكليات، اللي هو حتى مش طب بشري بس، حتى كل الكليات، ودخل كليه علوم. ومن اول سنه في الكليه، ودي بقى هي النصيحه المهمه جدا، ايا كان المجال اللي انت هتختاره او اللي ربنا هيوفقك للاختيار دي اهم حاجه، ان ربنا هو اللي بيختار لك. يعني انت في الاخر بتبقى انت عايز حاجه، وفي الاخر ربنا بييسر لك اللي هو خلقك عشانه يعني. فالمهم يعني هو كمل سعي في الكليه، ده الشاهد يعني، كمل سعي في الكليه، اتعلم لغه بشكل كويس قوي، وهو كان عليه سمت ديني كده والتزام، وختم القران، ربنا كرمه ختم القران والقراءات، وبقى معلم للاعاجم. ودلوقتي ما شاء الله هو اشهر حد بيعلم معلمين الاعاجم ازاي يتعاملوا. هو معروف جدا على الفيسبوك يعني. هو لو شاف اسمه دكتور اسلام، اسمه معلم الاونلاين يعني. هو شوت اوت ليه بقى لو حد وصل له الفيديو يعني. بس هو ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظه يعني، هو من اشطر الناس في الحته بتاعته دي. والفيصل الاساسي ان هو كمل اجتهاد حتى ما بعد ان الخطوه المفصليه اللي نتكلم عنها ان هي ثانويه عامه دي ما جاتش، ما ظبطتش زي ما هو كان راسمها وزي ما كان متخيل. طبعا كان عايز. بص، انا بشوف ان او بقرا ان احنا لا نرى مآلات الاشياء. يعني انت لو فتح ليك القدر كده او الغيب، يعني انك ترى مآلات الاشياء، غالبا مش هتختار غير ربنا سبحانه وتعالى ايه اختاره لك. كان في يعني ده ممكن نستطرد شويه فكره ان هو ايه. انا حتى والله دي دايما بتشغلني ان احنا بنرى اشياء على غير حقيقتها. يعني مثلا كان ابن مفلح كان بيقول: وليحذر العاقل من اطلاق البصر، فان العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه.
العين ترى، ده في اطلاق البصر لكن عموما حتى في الدنيا، العين ترى غير المقدور عليك على غير ما هو عليه. انا دلوقتي حاجه لا امتلكها والله العظيم هتشوفها اعظم شيء في الدنيا واحسن حاجه بتاعتها. طيب امتلكتها، جبت عربيه يعني ماشي، هو ماشي، وبعدين دخلت مش وبعدين ما هو في الاول وفي الاخر. طيب هل مثلا عربيه مش مفيده؟ لا مفيده جدا، ممتعه، ايوه ممتعه جدا، لكن ليست على الصوره اللي انا كنت اراها بيه. كذلك برضو كان واحد صاحبي بيحكي لي يعني كان هيموت يجيب عربيه وبتاع مش عارف ايه، وجاب عربيه بيقول لي العيال بتاكل مانجا جوه، فاهم، وسخين الكراسي يعني حاجه ماديه في الاول وفي الاخر. طيب انا لا ارى مآلات الاشياء، انا بمضي في الحياه بستخير وبفعل ما في وسعي، بعمل مجهودي في ايا كان في اي حته انا فيها، وربنا متى شاء بقى يفتح لي. طيب انا برى مآلات الاشياء لا اراها، خلاص انا بسعى في الدنيا وخلاص، لان هي في الاول وفي الاخر دي دنيا يعني. حتى ممكن انصح بكتاب كان حلو قوي، كان بيتكلم عن الجنه ونعيم اهل الجنه وكده، كان اسمه احد الارواح لبلاد الافراح. من الحاجات اللي بتفهمك جدا جدا معاني زي معاني الدنيا والاخره وكده هو فكره الكتاب ده، لان هو ايه، انت بترى عالم انت اصلا مش متخيله ولا يعني. ماشي انت مثلا لما تيجي تذكر الجنه بتقول ايه؟ ماشي، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب وبعدين مش انت اصلا مش مستدرك ده، مش عايش. فانت في الاول وفي الاخر انت لا ترى ملذات الاشياء. والله ده انسان نجا، ايوه هو يعني هو مشي في طريق، لا مثلا ايه ما جاش، خلاص بيسعى في طريق تاني مع ضبط النيه ومع الاجتهاد. لان لما احنا كنا لسه بنتكلم بنقول ان هذا الكون هو له سنن، يعني الكون ده له سنن، انسان اجتهد في الغالب هيلاقي ان شاء الله يعني. طيب لو ما لقاش، احنا كنا لسه بنقول ان هو ايه، الاخره هم خلاص اصلا هو ايه شايف ده خلاص من جمله البلاء. بس في الاول وفي الاخر هذا الكون له سنن، ان المسلم زي الكافر في هذه السنن، ان هو في انسان بيجتهد بيلاقي. طيب بس الانسان المسلم عنده اشياء اخرى، عنده اشياء اخرى مميزه عن هذا الانسان الثاني. طيب عنده ايه من الاشياء الاخرى؟ عنده مثلا الدعاء، عنده سلاح مش عند الثاني، عنده البكور مثلا، عنده احاديث كتير زي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيده فاطمه لما قالت له ان هي عايزه خادم، فقال لها الا ادلك على خير من خادم؟ ده شيء حديث عجيب جدا. فقال لها ان هي تقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله والله اكبر قبل النوم. فلما فعلت ذلك قالت وكان هذا يعني ايه، او فيما معناه احسن من خادم يعني. فمثلا احنا عندنا حديث زي ده، هم ما عندهمش. عارف عندنا اشياء مثلا زي من تحصيل البركه وكده، ان انت بتصلي الفجر بتكون في ذمه الله، ما عندهوش. فهو في الاول في الاخر هذا الكون بيمشي بسرعه معينه. لكن انا كانسان مسلم انا لدي من المميزات اللي لو استغليت ده، مع عندك مثلا صلاه الضحى، عندك اذكار الصباح والمساء، حاجات عجيبه سبحان الله. فانت في الاول وفي الاخر الكون ده له سنن بتمشي على كل الناس مسلم وكافر، بس انت كانسان مسلم عندك بعض المميزات تستغلها بقى وتسعى في الدنيا بس. وتاني هو الاساس برضو انه ايا كان اللي قدر ليك بعد ده، يعني سواء انت قررت جبت مجموعه مثلا اللي كان راضيك ومشيت في البروسيس الاختيار وربنا كرمك جالك الكليه انت عايزها، او حتى ما جابش الكليه اللي انت عايزها وربنا قدر ليك اتجاه تاني، الاساس اللي احنا بنتكلم فيه ده ان الهدف بتاعك الرئيسي هو اكبر من الهدف اللي هو اللي على قد مد بصرك كده، ان انا هدخل الكليه دي فهنجح، مش هدخل الكليه دي فهفشل. لا، هو الدنيا اكبر من كده بكتير، ورسالتك في الدنيا عامه اللي انت تريد بيها ان ربنا يمن عليك في الاخره ويكتبك من اللي هيرحمهم اكبر بكتير من الحيز بتاعها ده. لا، هو الموضوع اكبر من كده بكتير، وربنا خلقني ووجدني لرساله اكبر بكتير من ان انا هبقى بس مجرد دكتور او مجرد في الكليه الفلانيه او مجرد في الكليه العلانيه. بس حاجه تانية بقى عايز اقولها، ايا كانت الكليه انت هتاخدها بعد كده، نظرتك اللي انت طالع بيها من فتره الثانوي هي نظره قاصره تماما على انك قادر على حاجات هي كلها خياليه. انت ما جربتش اي حاجه في حياتك غير المذاكره. انت اكتر حاجه دايما بقول اكتر حاجه لاي حد مجتهد طول سنين الدراسه هو شايف ان هي كومفورت زون بالنسبه له، هو شاطر فيها، هو انه بيعرف يذاكر. دي اكتر حاجه عملها، يعني هو حتى لو مش بيعرف يذاكر هو اكيد حس فيها على مدار السنين ان دي هي الحاجه الوحيده اللي هو بيعملها. اهم نصيحه تعملها في اول سنتين من الكليه هو ان انت تكسبلور يور بوتنشالز، ان انت تحاول تجرب نفسك في اكتر من حاجه بجانب الدراسه. حتى لو اولويتك الرئيسيه تبقى الدراسه، بس جرب في حاجات تانية بمعدل كده على جنب، عشان انت ممكن تطلع بتحب حاجات تانية خالص او هتبقى شاطر في حاجات تانية مختلفة خالص عن الدراسة، وتكون دي هي المجال بتاع شغلك بعد كده، هو المجال اللي انت هتكون رسالتك فيه عامة. زي صاحبنا اللي احنا قلناه اللي هو درس حاجة في القرآن، كمل في السكة دي ودرس حاجة ودرس في القرآن. زي انا مثلا بالنسبة لي اللي هو جزء من رئيسي حاليا من الكارير بتاعي، وانا مثلا بودكاست وفي الميديا وهكذا. لو ما كنتش عندي اصلا الفكرة ان انا اجرب واشوف هل هنفع في حاجة زي كده ولا لا، كان زماني في اتجاه تاني. فالمقصد التاني انه انا عايزك بس ترضى تبقى عندك القناعه الرئيسيه ان الصوره اكبر منك انت واكبر من على قد انا دخلت الكليه، واما ارضى واستوعب ان انا
ماشي برضو في سكه مش سكه ضياع ولا حاجه، هي سكه ربنا مقدرها لي، ده هيخلي عندي السعه النفسيه ان انا اجتهد واكمل في السعي بتاعي في المسار اللي انا رحته. وده الاساس اللي هيخليني بعد كده، طب ما هو لو ربنا كتب لك خير فيه ما انت هتشوفه ازاي؟ ما هو قال لك ربنا اسعى، خد بالخطوات، خد بالاسباب، فانت هتمشي لان انت تروح للاتجاه ده. لكن لو انا بقى قعدت في ان انا مكتئب، وقعدت في ان انا خلاص دي نهايه الدنيا، وانا خلاص حكمت على القصه بتاعتي وحكمت على الرحله بتاعتي ان هي بمجرد ثانويه عامه خلصت، سواء بالايجاب او السلب. انا مش بقول ان اي حاجه فيهم نهايتها جوه دماغك تبقى ثانويه عامه تبقى حاجه ناجحه خالص، او تبقى حاجه ضلمه، لا. وفي الاخر دي خطوه هتسهل لك او هتخليك تاخد فرصه انت تتعرف اكتر على القدرات بتاعتك بحيث تستغلها يعني. فدي نقطه من الحاجات اللي الواحد ما يكسبش. بس انت شاطر في المذاكره، بس في سوق العمل وفي الحياه وفي العصر اللي احنا فيه محتاج يكون عندك حاجات تانية محتاج تشوف عنها سكيلز اخرى يعني. بالظبط. لو انا اختم بنصيحه اخيره عشان معانا راجل يعني عايز يمشي، هو ان الفتره اللي هي ما بعد ثانويه عامه لحد انتهاء الكليه، فدي فتره ذهبيه جدا 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 لاهتمامك بالعلوم الشرعيه. ليه؟ لانك غالبا لن يعني الا بقى ان تدركك عنايه الله يعني، لكن مش هتقدر تكتسب ده غالبا بعد التخرج، لان الحياه بتفتح جدا جدا جدا. فده فرصه انك تتعلم ما لا يسعى المسلم جهله من الفقه والعقيده والحديث وما يعني، على الاقل خالص يعني يكون في الزون اللي هي ايه، اللي هي ما لا يسعى الانسان المسلم جهله يعني. لان غالبا يعني احنا ايه بنسخن شويه كده وبنخش شويه وبعدين ايه بنتوقف يعني، فعندنا ايه ضعف في الهمه. حتى كنت لسه كنت بقول لك لسه ابيات ضعف الهمه، فكنت بقول له 5 علاج ضعف الهمه، قراءة في سير الأئمة، وذكر فضل العلم والتعلم، وصحبة الطلاب أهل الهمم. والرابعة اللي هي بتاع ونقلة المنول من صرف إلى ما أن نفعه قد حصل، على حسب ما أنا فاكر يعني. الأخيرة وعدم التحميل فوق الطاقة لكي تعود نفسه مشتاقة. ما تحملش نفسك فوق طاقتها. لو كل يوم ساعة في دراسة فقه، حتى مبادئ الفقه يعني، يعني أبسط ما يكون بس كإنسان مسلم، أو ما لا يسعك يعني في الجهل يعني كإنسان مسلم، كافي جدا جدا. لو كل نص ساعة فعلا فعلا هتحصل على شيء جامد جدا. طيب أنا يعني هل أنا مهتم بده؟ ما احنا بنطلع، ما احنا ماشي عارفينه. أيوه ده مهم جدا. في أشياء هتلاقوها منك في العلم الشرعي، والله ده أنا بقول والله يعني فعلا فعلا حرصا يعني. يعني حتى في الآية اللي هو بتاع ربنا سبحانه وتعالى قال قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون. يعني مثلا فرضا الإنسان مثلا بيقرأ الفاتحة غلط، وقراءة الفاتحة فيها أخطاء تبطل الصلاة. طيب هو دلوقتي ايه؟ هو دلوقتي مثلا، طب انا مش عارف، هو يروح يوم القيامه يلاقي ان هو كان بيقرا الفاتحه. طب ماشي، ما انا ما كنتش عارف ان هي غلط. أم ماذا كنتم تعملون؟ كنت بتعمل ايه؟ طب ما انت كان عندك صحه وكان عندك وقت وكان عندك فراغ، وقاعد بتلف على الكورسات وقاعد بتشوف ايه فرصه عمل افضل من ايه، وايه افضل جامعه. طب ده ممكن اصلا اسافر بره مصر، ادرس بره مصر، ولا ممكن اخد لي مش عارف منحه من جامعه ايه. طب ماشي، طب ما انت بتعرف اهو. ها يعني ساعه علم شرعي كل يوم، ولا حتى ساعه في الاسبوع، بس تستمر عليه. كان في الآية اللي هي بتاعها كانت سورة الروم، كان بيقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكان الحسن البصري بيقول في هذه الآية إن هو الإنسان يعلم إن هو يحط الدرهم على ضفره كده، يعرف وزن الدرهم لما يحطه على إيده، ولا يحسن أن يصلي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وده كتير جدا جدا. يحسن الريسيرش ويحسن 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 ويحسن. طيب ماشي، وماذا عن الصلاة اللي هي إيه البيزك؟ حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض كل عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فدي نصيحة يعني والله محورية. انت خلاص في فترة الكلية، ده فترة يعني محورية وأساسية جدا جدا. خلي فيها سهم من العلوم الشرعية حتى ولو كان يعني بسيط. والله ولي التوفيق. وده فيديو سريع خفيف لطيف ظريف. ده فيديو سريع خفيف لطيف ده سريع. عشان والله غير محضرنا باي حال من الاحوال يعني، ما كانش في نيتنا خالص ان احنا نصور يعني. بس يعني اخر حاجه عايز اختم بيها انه احنا كده هنخطط يعني. ختمنا 4 مرات. دي المره الاخيره للختام. لا حقيقي يعني برضو في كل اللي احنا عمالين نقوله ده، وهيظهر دايما من اللي حواليك او من الناس من بعيد كلام كتير قوي على تصرفاتك وعلى الحاجات اللي انت بتمشي فيها او الاختيارات اللي انت بتقرر تختارها. ما تشغلش نفسك بكلام الناس خالص خالص. يعني زي ما قلنا ان انا بدات النصيحه اللي انا عايز اقولها بفكره ان انت ما تهتمش بالمظاهر، تخش كليه عشان حاجه معينه او عشان ان هي شكلها عامل ازاي او بابا وماما عايزينها او الكلام ده. بس كمان وانت ماشي في حياتك وفي الاختيارات بتاعتك
ما تهتمش بكلام الناس او تعني له اهتمام وقدر كبير. ممكن اضيف حاجه صغيره، ما تهتمش براي الناس في حين انك مستخير وان انت مستشير اهل الدنيا واهل الدين. الحكم الشرعي بتاع الشيء في اهل الدين، الحياه مع اهل الدنيا، والاستخاره مع ربنا سبحانه وتعالى. ما لا تهتم براي الناس، ايوه في هذا، لكن جميل. يعني اقصد ما بعد ده يعني عشان كتير قوي بيشغل بالنا وتفكيرنا ان انا لو رحت اتعلمت العلم الشرعي مثلا هيتقال عليا مش عارف انت فلان الفلاني، وبعد كده هحاسب على كل كلمه اقولها، فابقى خايف ان انا اروح اتعلم اللي انا شايفه هيصلح حياتي يصلح ديني عشان الناس ممكن تقول كذا، او اروح اتعلم انزل مش عارف تدريب في مكان ما عشان اتعلم مهاره معينه بس الناس هتقول ده مش عارف كذا، العين هتبقى عليا، او ان انا لو قاعد في محاضره في الكليه وحاجه مش فاهمها فلو سالت هبان غبي قدام الناس. صح. كل الحاجات الناس مش مهتمه للدرجه دي، محدش مهتم. دي اكبر نصيحه انا بجد لو رجع بيا الزمن ليا انا وانا صغير اقولها لنفسي. محدش مركز معاك، محدش مركز، كل واحد منشغل في الهموم بتاعته وفي الدنيا، واحنا اصلا في زمن وعصر السوشيال ميديا ده كل واحد مش منشغل حتى في همومه، يعني منشغل في الريلز ومحدش مركز مع حد. يعني انت مش ولا انا ولا اي حد فينا بقدر الاهميه الكبيره ان كل الناس قاعده مركزه معاك ومركزه مع كل خطوه انت بتعملها عشان تشوف هي هتعمل ايه. فاعمل اللي انت حاسه، اعمل اللي انت مقتنع بيه، اللي انت حاسس ان ده اصلح ليك واخدت باستشاره حد في المجال قريب، او حسيت ان في خبره ما انت مقتنع بيها، او طريق ما انت حاسس ان انت لو رحته ده هيخليك انت مميز، هيخلي الطريق بتاعك في خلال فتره الكليه حاجه هتضيف لك. يعني اعمل ده وجرب فيه. دي من الحاجات اللي بجد محدش هيقولها لك يعني. ف بس يعني شكرا ان انت شكرني بقى ان انا انت جيت ان انت استضفتني معاك في شكرا. كلاني استاذ محمد كيلاني ريلزاوي الخطير. هذا الفيديو تحت عامل زي عاطف تحت اللي ال- دخل. يلا يا باشا. وتشرفنا بصديقنا ابو بكر اللي انتوا بقى ايه يعني. انزلوا في الكومنتات قولوا له يطلع في بودكاست ايه عقليه، عشان دي يا حلقه ابني يعني. ولا في وقت ولا مجهود ولا بناكل، مستشفى رايح جاي، امتحانات رايح جاي، اوسكي انا كيسز، قلت بس ريتن MCQ. يا عم انت الهادي اللي في انا سلمت لكم الراجل ده في الكومنتات، اتصرفوا معاه بقى. نراكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا. سلام.